السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بقى بتاع النهارده ان شاء الله هنستعرض فيه شوية مشتريات كده من الفواكه والخضار. نزلنا السوق ويا جماعة الاسعار مش عارفة ايه اللي جرى. الاسعار صعبة جدا جدا جدا، مع ان كل الفاكهة اللي احنا جايبينها دي منتجات مصرية يعني من بلدنا، ومش عارفة ايه اللي حصل. يعني اول حاجة يعني الحاجة الغريبة يعني التفاح المصري ب50 جنيه الكيلو. ليه ب50 جنيه؟ صعب جدا جدا جدا، بس هو خلاص يعني قرب يخلص، فقلنا لازم نجيب، لانه بيبقى احلى بصراحة من المستورد بكتير جدا جدا. قبل ما نبدأ يا ريت اللي اول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اللي كنا بقى عايزين نجيبه الحاجة الجميلة جدا اللي هي الكريز او الكرز زي ما بيقولوا. بدأ يظهر في الاسواق، بس برضو للأسف يعني في تفاوت في السعر رهيب. في ناس بيقولوا جبناه ب60 جنيه، ده جايبينه ب100 جنيه الكيلو. طبعا دول مش كيلو، دول ما يجوش حتى تلت كيلو. يعني احنا قلنا نجيبه، بنستخدمه في حاجات كتير، وكمان الولاد بيحبوه، وكمان ليه فوائد كتيره جدا. يا ريت ما تضيعوش الموسم بتاعه، وحاولوا تشتروا حتى لو ربع كيلو يعني، لان هو خفيف وبيدي كميه كبيره زي ما حضراتكم شايفين. ليه فوائد كتيره جدا، بيمنع الحصوات وبيقوي المناعه. كل ما الحاجه بقت لونها غامق كده بتبقى مفيده جدا جدا، وكمان ليه فوائد كمان ان هو يخفض نسبه اليوريك اسيد اللي في الجسم. فابقوا جربوه كده وهاتوه، بالرغم ان هو غالي، ادينا يعني بنجيب ايه على قدنا. يعني المانجا ما زالت برضو يعني الحمد لله محتفظه شويه بسعرها. دي السكري نوع ممتاز ب35 جنيه. يعني نستغرب ان المانجا ارخص من التفاح. وجبنا كمان الشهد بتاعنا دون يا جماعه. الشهد ده خطير خطير، حلو جدا، اللي هو بيبقى من جوه محمر كده، مدي وداخل على احمر، يعني مش اللي هو الاخضر. جبنا منه ده الكيلو ب15، دي تقريبا 2 كيلو. برضو بيبقى جميل جدا في الحر. هي يعني الصيف بصراحة الفاكهة بتعتبر فيه من احسن الاكلات نظرا لارتفاع الحرارة، ومعظمنا طبعا ما بيبقاش ليه نفس من الاكل المسبك والحاجات التقيلة دي، فالحاجات دي بتبقى احلى بكتير جدا جدا. يا ريت لاول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويا ريت يصلي على الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام. جبنا كمان الخيار برضو الغريب، يعني مش عارفه والله السعر يا جماعه. تخيلوا الخيار ب25 جنيه الكيلو، وفي ب22 جنيه، وفي ب20. ده احنا كنا في الوقت ده كل سنه بنجيبه ب5 جنيه وب6 جنيه ونخلل يعني مش عارفه ايه اللي جرى. يعني ده برضو منتج مصري، منتج بلدنا، يعني احنا اللي عاملينه. فمش عارفه والله هل ده جشع تجار، هل ارتفاع الحراره هو برضو ممكن يكون يتسبب في الموضوع دون. حقيقي مش عارفه، يعني ما عنديش اي تعليق الصراحه. وجبنا الطماطم برضو بدأت تغلى شوية في السوق. هي جامدة، اللي هي البلح دي جامدة شوية، ويعني تنفع السلطة وكده، على اساس برضو احنا مش بنطبخ كتير اليومين دول. الكيلو ب15 جنيه بعد ما كانت 3 ب10 جنيه وب5 جنيه. البصل برضو بدأ سعره يغلى شوية، بدأ يبقى برضو في أماكن ب15، وفي أماكن تانية أنا جايباهم ال2 كيلو ب25 جنيه البصل. وجبنا كمان عيش، بالرغم من ان الدقيق رخص، لكن مازال العيش شايفين الرغيف قد ايه، شايفين ولا في وزن ولا في اي حاجة. 8 ب10 جنيه، ال4 ب5 جنيه يعني. برضو في مبالغة جامد جدا جدا. وفلفل رومي وفلفل حامي. اللي عايزه بقى اقول لكم ان هي رخصت الفراخ الحمد لله، يعني نمسك الخشب السعر بتاعها نزل. عندنا الكيلو ب70 جنيه.
بس البانيه برضو لسه غالي شويه. فجبنا برضو فراخ الكيلو ب70 جنيه، على حسب بقى ما هتجيبي الفرخه قد ايه او هتجيبي بانيه. وجبنا العيش السن ده الشرايح، دول ب10 جنيه، يعني اقل من ربع كيلو تقريبا للناس اللي هي بقى بتعمل ايه ريجيم. وجبنا جبنه بيضه برضو غليت جدا، النوع ده اللي الولاد بيحبوه، اقل من نص كيلو بحوالي 100 جنيه. الطحينه برضو غاليه جدا، المايونيز برضو، لكن هي حاجات يعني احنا مش بنشتريها طبعا كل يوم، يعني كل مرتين في الشهر كده تقريبا بننزل نجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها وبنحطها في التلاجة والولاد بيسحبوا منها. وطبعا جبنا عيش توست وريهولكوا برضو. طبعا لو احنا في الصيف في الشتاء يعني بنقدر نعمل شوية حاجات في البيت، لكن في المطبخ يعني وفي الفرن وكده. لكن في الصيف طبعا الجو حر جدا جدا، وخصوصا الناس اللي ساكنين في الادوار العليا في المطبخ. نجيب العيش التوست ده وجبنا برضو كيلو من ده، نحطه في الثلاجة في الفريزر، واما نطلعه بيبقى زي الفل يعني وبنستخدمه كده. يا ريت اللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا حبيت اشارككم المشتريات بتاعتي ونشوف الاسعار. يا ريت اللي عنده الاسعار ارخص من كده يقول لنا. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.